دوقي بقى وقولي لي ايه رايك. استنى ادوقك. بني. بسم الله. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ وحش قوي. ايه؟ وحش قوي. بجد طعمها وحش؟ مكتب. مقلب. شفتوا عمايلها معايا؟ هو طب كلي طيب. احلى كفته والله هتعملوها. بسم الله. انا عايزه ادوق. تعالى دوق. سفيان عايز يدوق. ماما مش هديكي تاني. انا ما اقدرش. بتعملي فيا مقلب. بسم الله. ماما. سفيان بيقول لكم نايس. ماما مش هديكي تاني. انا ما اقدرش اصلا استوعب الكفته بتاعتك دي. ده انا بموت فيها بايدك انت بس. انت ماما جميله. الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها واللي في الحله جوه من 2 كيلو لحمه. 2 كيلو لحمه مفرومه هتملي بيتك طول الشهر. هاتي. كفته ولا اروع من كده. طب بتعملي فيها مقلب؟ بتقلدي الراجل اللي بيقول كده فيا انا. احلى كفته استحاله تفك، استحاله تشرب الصلصه. بصوا عملتها على شكل الكوبيبه الغمراوي وهي كفته. هي على فكره الكوبيبه الغمراوي هي الكفته ام رز. تاخد يا توتي؟ عيالي بيعشقوها. لو انت عيالك ما بيحبوش الكفته دي هتبقى ادمان بالنسبه لهم. عندي 3 ربطات، واحدة بقدونس وواحدة شبت وواحدة كزبرة. قطعتهم وغسلتهم وبعد كده شلتهم في الفريزر وبقوا تلج بالشكل ده. بعد ما بقوا تلج بالشكل ده هيبقوا سهل جدا يتضربوا في الخلاط. هضربهم في الخلاط وبعد كده هنزل بمعلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود زي ما انتوا شايفين، ومعلقة من ال7 بهارات وجوز الطيب، وعندي راس توم كبيرة، وعندي معلقة كبيرة من الشطة الحمراء المفرومة. وهشغل الخلاط واحدة واحدة كده تكمل فرم الخضرة. ال3 ربط خضرة مع التوم مع الفلفل المطحون، كل حاجة طبعا مطحونة فمش هتاخد معايا مجهود في الخلاط، والخضرة عشان مجمدة وكلها تلج فهتضرب معاكي بسهولة. عندي هنا بصلاية كبيرة انا مقطعاها حتت صغيرة وكنت حطاها في الفريزر برضو عشان تبقى سايلة جدا في الخلاط. بعد ما ضربتهم كويس هجيب كيس رز مطحون، ده كيس رز بودر هتروحي تلاقيه عند اي عطار عند سوبر ماركت، موجود في كل حتة. هنزل بقى بالخضرة والبصل والثوم والتوابل والفلفل الأحمر الشطة على الرز كده، وابتدي أقلب البودر الرز بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. وبعد كده عندي 2 كيلو لحمة اهو زي ما انتوا شايفين، ده 2 كيلو لحمة حمرة بلدي جملي. دي لحمة جملي، لو انت عايزاها بجاموسي او بقري مفيش مشكلة، بس الكفتة دي حلاوتها باللحمة الجملي. شايفين شكل اللحمة الجملي تحفة ازاي؟ هبتدي اقلبها كويس وبعد كده هديها ضربة في الكبة. انا عندي كبة كبيرة ما شاء الله خدت الكمية دي على 3 مرات، ضربتها كام ضربة كده في الكبة اتقلبت معايا كويس. بعد كده هتجيبي شوية زيت وهتعملي كور كده، يا اما هتعمليها قرص زي قرص الكوبيبة. على فكرة الكفتة بتاعت الرز هي عجينة الكوبيبة الغمراوي زي ما انتوا شايفين عملها بالشكل ده. هنا انا خلصت الكمية عملتها على شكل الكوبيبة الغمراوي وعملت الكور بتاعت كفتة الرز عشان اثبت لكم ان هي الكبيبه الغمراوي هي كفته الرز. وانا يا جماعه بشوفهم هما الاتنين واحد والله. هحمرهم في زيت غزير سخن زي ما انتوا شايفين، ولا فكت ولا اتشققت، حاجه كده ملسه وماسكه. احلى كفته رز هتعمليها، مقاديري مظبوطه على الشعره. شايفين شكل الكفتايه ما شاء الله عامله زي الجوهره، ولا تشقق منك ولا تشرب زيت ولا اي حاجه. طاسه وفيها معلقه سمنه محترمه سخنه، هنزل ببصلايه صغيره انا مقطعاها صغنن، وعندي طرنش فلفل اخضر وفلفل احمر سبايسي، احنا هنا بنحبها مشطشطه، انتوا لو ما بتحبوش الشطشطه استغني عنه. وعندي عصير طماطم انا كنت ضرباه في الخلاط ومصفياه من القشر والبذر. القشر والبذر بيخلي الكفته تعجن، خدي بالك. هنزل بشويه فلفل اسود وشويه ملح، وعندي هنا 3 فصوص توم انا مقطعاهم مش مفرومين، قطعيهم ما يبقوش مفرومين وحطيهم في الصلصه هتتسبك نص تسبيكه. هننزل بالكفته زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احلى صوص للكفته استحاله
الكفتة تشرب الصلصة استحالة تشقق منك، استحالة تتهري منك. زي ما انتوا شايفين الواحدة بوحدتها ازاي، شايفين كفتة عاملة زي كفتة الحاتي كده. ما تقوليش ان دي كفتة رز. بعد كده بعد ما خلصتها هقوم حاطة الكمية في اطباق فل عشان اعملها في اي يوم. زي ما قلت لكم انا عيالي بيعشقوها، وعلى فكرة مفيدة جدا، فيها كل البروتين والنشويات والخضار. الكفتة دي يعني احسن من قطعة اللحمة نفسها، قيمة غذائية عالية جدا، ولو عملتيها بطريقتي عيالك هيدمنوها زي عيالي بالظبط.